من هو صاحب مقولة أيها الناس المكنة طلعت قماش؟ طبعا المعلق الأهلاوي جدا، الأهلاوي قوي، كابتن أيها الناس المكنة طلعت قماش. أيها الناس أيمن الكاشف. اسمع معايا حلويات الكابتن أيمن الكاشف والقطايف واللطايف بتاعته. قال لك إيه؟ اسمع الأول دي كده. رد على إيه؟ أدي الكورة هيعمل إسقاط جديدة. كابتن ايمن الكاشف لو اي قرار وبيعلق للاهلي ضد الاهلي دايما بيبقى المقوله اللي بيقولها انا ما بتكلمش في تحكيم وماليش دعوه ودي مش شغلتي. بص في اللقطه اللي انا فرجتك عليها دي، قال لك جديده دي. طب يا عم الحاج ايه اللي اعرف الاول القانون وافهم بعد كده اتكلم. القانون ادم رجع للفار هيعمل اسقاط مش هيلعب كورنر، وكذلك لو فاول هيعمل اسقاط برضك ادام اللعيبه طلبت منه او الحكم الفار استدعاه وراح للفار هيعمل اسقاط لما يرجع. والراجل ده حكم 10 على 10 وحكم بقى، ده الراجل مش جاي لك من كوم الشيخ سلامه، ده الراجل جاي لك من اسبانيا، حكم دولي اسباني. يعني ايه قبل ما الاهلاويه بتاعتك تنقح عليك افهم الاول. دي اول لقطه. اللقطه الثانيه بقى اسمع معايا. تاجر المفروشات يثبت أن كبرياء الأحمر لا يسقط مهما اهتزت الخطوات. حسين الشحات في الدقيقة 72 يدرك التعادل يا أصدقائي. هنا الانفجار، هنا الجنون. قال لك ايه بقى شعر في النادي الاهلي، قال لك يثبت ان كبرياء الاحمر لا يسقط ابدا مهما حصل بقى ومهما جرى ومهما دار ومهما الدنيا تعثرت بيه شويه هيرجع تاني. ده كبرياء يا عم، على عيننا وعلى راسنا. النادي الاهلي ده اكبر نادي في مصر وفي افريقيا اصلا وفي الشرق الاوسط، ويجي بعد يا عم نادي الزمالك. مش يا عم هاجي معاك في اللي انت عايزه، بس انت معلق حيادي ما ينفعش تقول الكلام ده كله الا لو بتعلق بقى للاهلي قدام فريق بقى مش مصري افريقي ايا كان بقى. اللقطه الثالثه بقى معايا، اسمع معايا ايها الناس بقى. ايها الناس اسمع. وجول جول جول جول. أيها الناس أيها الناس المكنة طلعت قماش. أيها الناس قال لك ايها الناس المكنه طلعت قماش. يا راجل ما هي يا عم مطلعه وزي الفل ومغزله والدنيا حلوه. سلام يا كابتن.